صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيزا ليك. انت تعرف يا عمو ان المصاحف اتلمت كلها في عهد سيدنا عثمان بن عفان واتحرقت؟ لا وكمان كان في صحابه شاهدين على الموقف دهوت واتفرجوا عليها وهي بتتحرق، وكان من ضمنهم سيدنا علي بن ابي طالب. وسيدنا علي بن ابي طالب قال لو لم يفعلها عثمان لكنت فعلتها انا. طب تعالى اما اقول لك. طب قبل ما نبدا بالحته دي بقى عايزين نعرف الاول ليه المصاحف او المصحف زي ما احنا عارفين دلوقتي ما كانش موجود على ايام سيدنا النبي. اسمع يا عمو، بس الاول صلي على النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام واعمل سبسكرايب في القناه وتعالى اما اقول لك. سيدنا النبي كان بينزل عليه الوحي على فترات متقاربه جدا وفي وقت قصير وبحتت مختلفه من الصور، يعني ما كانش بتنزل الصوره كامله، صوره يوسف او صوره الكهف او صوره ال عمران، لا ده كانت بتنزل موقف معين، كم ايه، كم جزء في اماكن مختلفه من الصور. والرسول عليه الصلاه والسلام كان بيجي الوحي من هنا وليه 10 من الصحابه بيقول لهم القران زي ما اتقال له زي ما هم عرفوه وبيحفظوه وبيكتبوه كمان. بس ما كانش عندهم الورق زي ما كان موجود عندنا دلوقتي، هو كانوا بيكتبوه يا اما على ورق من الخشب يا اما على بعض الجلود يا اما على الخشب نفسه وهكذا. بس بعد لما نزلت الآية الأخيرة على سيدنا النبي اللي هي بتاعت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اللي هي في سورة المائدة الآية الثالثة، ودي كانت آخر آية نزلت في القرآن. كده سيدنا النبي خلص المصحف كاملا ليه وبقى في صدور الصحابه وبقى في ورق الخشب بس مفرق. يعني مثلا كان سيدنا ابو بكر عليه الصلاه والسلام كان معاه سوره البقره، سيدنا عثمان بن عفان كان معاه سوره يوسف، سيدنا عمر بن الخطاب كان معاه سوره طه وهكذا. وبعد موت سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام جه سيدنا ابو بكر الصديق وحصل ساعتها الرده، ان كان في ناس كتيره جدا من المسلمين ارتدوا عن الاسلام، زي مثلا اكبرهم كان واحد اسمه مسيلمه الكذاب، وفي ناس قالت خلاص احنا هنصوم بس مش هنصلي، وفي ناس قالت لا بص احنا هنصلي وهنصوم بس مش هندفع الزكاه. والحدث ده اللي خلى سيدنا ابو بكر الصديق قال فيما معناه ان اللي ما كان بيدي الرسول زكاه ولو حتى حبل الابل، الحبل اللي بتروح بيه الابل، ورفض يدفع الزكاه تاني انا هحاربه. وبالفعل سيدنا ابو بكر الصديق اقام سيدنا خالد بن الوليد ان هو يقود حرب الرده. سيدنا خالد بن الوليد قام حرب الرده فعلا على معظم الناس بس استثنى واحد اللي هو كان مسيلمه الكذاب، وده سابه للاخر واجله الاخر ليه؟ لانه كان ليه توابع كتيره جدا، كان ليه موردين كتيره، كان ليه اكتر من 100,000 واحد ارتدوا معاه وامنوا بيه ان هو قال ايه النبي، لان المسيلمه الكذاب ما ارتدش بس، لا ده ارتد وقال ان هو نبي وبينزل عليه الوحي كمان. سيدنا خالد بن الوليد بالفعل قام وقضى على كل المرتدين وراح، وسيدنا ابو بكر الاول بعت جيش بقياده عكرمه عكرمه كان زمان اسمه عكرمه بن ابي جهل بس هو دلوقتي اسلم، فسيدنا عكرمه هو قاد الجيش الاول، لكن مسيلمه الكذاب قدر ان هو يكسب الحرب دي، وبعد كده بعت له جيش تاني وبرضه مسيلمه الكذاب قدر ان هو يكسب الحرب دي. ففي الاخر سيدنا ابو بكر الصديق قرر ان هو يبعت لهم داهيه العرب سيدنا خالد بن الوليد اللي هو سيف الله المسلول، وده ما كانش بيخسر في المعركه. بالفعل كون جيش من 40,000 مقاتل من الصحابه وراح لمسيلمه الكذاب، وبالفعل قضى عليه وقضى على كل الرده ساعتها. هتقول لي ايه بقى حكايه الكلام ده بحرق المصحف؟ هقول لك يا سيدي، لان في الحرب دي كان اسمها معركه اليمامه، توفى فيها اكتر من 500 صحابي من حفظ القران، كان القرآن موجود في قلوبهم عن ظهر قلب، كانوا حافظينه كله. فسيدنا أبو بكر الصديق خاف إن إن الإسلام يرجع غريبا كما ظهر غريبا، فسيدنا عمر بن الخطاب اقترح عليه إن هو يجمع القرآن كله في كتاب واحد. وهنا كان سيدنا ابو بكر الصديق كان معترض، لان هو بيقول انا مش هقدر اعمل حاجه سيدنا النبي ما عملهاش، لكن بعد زن والحاح من سيدنا عمر الخطاب ان هو كان خايف ان المصحف يضيع، وبعد موت 500 واحد من حفظ القران الكريم من الصحابه، سيدنا ابو بكر الصديق قرر ان هو فعلا يجمع القران الكريم في كتاب واحد اللي هو اسمه مصحف الامام. بس اشترط علشان يجمع المصحف دهوت ان هو يجيبه اي آية هتتكتب فيها لازم تكون مكتوبة يا اما على لوح خشب او على ورق من الجلود زي ما كانوا بيكتبوها، وكمان عليها 2 يكونوا سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. وبالفعل علشان يضمن ان المصحف ما تغيرش فيه كلمة واحدة او ما تغيرش او ما تحرفش فيه آية واحدة. وبالفعل سيدنا ابو بكر الصديق
جاب الناس كلها اللي سمعت القرآن وبقى يجيب كل آية اتكتبت وقراها مكتوبة، ويجيب عليها 2 كمان سمعوها علشان يتأكد إن المصحف اتكتب سليم وبقى زي الفل. ومات سيدنا ابو بكر الصديق، وجي بعديه سيدنا عمر بن الخطاب، والمصحف الامام بقى مع سيدنا عمر الخطاب، وبعد كده مات سيدنا عمر الخطاب ودخل بعديه سيدنا عثمان بن عفان. وهنا حصل المشكله بتاعته. ليه بقى؟ لأن ساعات سيدنا عثمان بن عفان مصحف الإمام كان مع السيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب، ولكن الإسلام انتشر في جميع بقاع الأرض، وانتشر في دول شمال أفريقيا، ولكن كانت الناس بتكتب المصحف باللهجات بتاعتهم، وأحيانا كانوا بيدخلوا عليه بعض اللهجات علشان يفهموها، وبالتالي بقى واحد يقرأ المصحف بطريقة، التاني يقرأه بطريقة، فده يقول لي ده أنت كافر، لأن هو مش فاهم هو بيقول عليه. فسيدنا عثمان بن عفان لقى ان المصحف كده فعلا بيحرف، لانه بكذا لهجه وبكذا لغه وهيضيع معناه، وفعلا هيرجع غريب زي ما ظهر غريب. وهنا سيدنا عثمان بن عفان قرر ان هو يلم المصاحف اللي في البقعه الاسلاميه كلها ويحرقها فعلا، وطلب مصحف الامام من السيده حفصه بنت سيدنا عمر بن الخطاب، وقرر ان هو ينسخ الكتاب ده 6 نسخ قدام عينيه، وقعد الناس اللي بيكتبوها علشان يشوف كل آية وكل حرف عشان يحافظ على المصحف الشريف زي ما نزل من الوحي زي ما هو عندنا. وبفضل سيدنا عثمان بن عفان فضل المصحف متحافظ عليه لحد اليوم اللي احنا فيه ده كله، واي واحد هيقرا آية سيدنا عثمان بن عفان هياخد عليها حسنة، لان هو اللي جمع المصحف وهو اللي قدر يحافظ عليه من التحريفات اللي كان هيحصل فيها. وبس كده. وفي اخر حلقه لو الفيديو عجبكم وانتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه، ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجايه. بصوا على المصادر. وبس كده يا سيدي.